سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجه عزة إسماعيل. المفكر الاقتصادي الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، برحب بسيادتك وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عزة وبالسادة المستمعين في كافة الرجاء المحروسة وما وراءها. أستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، ربما وجهت إنذارا وصفته بالصرخة للصائمين النائمين في شهر رمضان الكريم بحجة الصيام، وقلت في هذا الإنذار: في 10 من رمضان صمنا وحاربنا وانتصرنا، فتحية لأرواح شهدائنا. فبماذا تدعوهم وتحثهم من خلال هذا الإنذار، خاصة أن بعضهم ربما لا يمتنع عن الطعام والشراب فقط بل عن العمل أيضا؟ يعني أنا طبعا أنظر إلى هذه المسألة من زاويتين: إنسان متدين، والزاوية الثانية أن أنا اقتصادي، وبالتالي وأنا أنظر لممارسات المصريين طوال الشهر الكريم أجد الآتي: معادلة رمضان بالنسبة لي كاقتصادي أنه يزداد الاستهلاك ويقل الإنتاج، وبالتالي هذا الاستسلام للكسل والنوم والتنطع في رأيي يناقض جوهر الدين ويناقض جوهر الصيام ويفرغ الصيام من مضمونه تماما. بقول صرخة لعل حد يسمعني: احنا عايزين نستثمر رمضان، ممكن تفكري من خلال 30 دول طاقات جبارة جدا على الإنتاج والخلق والإبداع، وتقدري تشوفي مصر محروسة دي بشكلها إيه لو إنه الناس تشتغل وتنتج. فعشان أنا عايز يعني ربنا يعني يستجيب لدعائي لابد أن أتأهل، ودي فكرتي يعني. بالتالي أصوم، وضربت المثال إحنا قلنا في أكتوبر 73 رمضان كنا صايمين وحاربنا وغلبنا العدو. في أكتر من كده؟ الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، في تصريح من سيادتك عن المجتمع المصري قلت: مجتمع يصوم شهر رمضان فيكتفي بوجبتين يوميا بدلا من 3، ومع ذلك يكون استهلاكه وهو صائم أكبر منه في الشهور الأخرى. لو وجهت إنذارا للحد من الاستهلاك المبالغ فيه من المواطنين خاصة في شهر رمضان الكريم، ترى ماذا تقول فيه؟ في الوقت أنا كنت اقترحت إن دي تبقى فزورة الفوازير، لأنه يعني بقى دي الفزورة أنا عايز حد يجاوبني عليها: إزاي إحنا بناكل طاقتين بدل 3 واستهلاكنا مع الطاقتين أكبر من استهلاكنا مع 3؟ في حاجة غلط في الموضوع. طبعا مش معنى الكلام إن كل المصريين بيفرطوا في الطعام والشراب في رمضان، إنما في المجمل لو نبص الإحصاءات لمصر كدولة الذي يحدث أن الاستهلاك يزداد في رمضان والإنتاج يقل في رمضان، وده يعتبر المفعول الاقتصادي بتاع الكلام ده خطير جدا. إنه بلد استهلاكه يزيد وإنتاجه يقل يبقى لابد يعتمد على الآخرين. المفكر الاقتصادي الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، أطلقت إنذارا قلت فيه إن دعم وتطوير اللغة العربية من أهم ركائز الأمن القومي، فإذا ضاعت لغة القوم ضاعوا. كيف تحل قضية إهمال الفصحى ومن يهملونها بشكل ربما يهدد بضعف استخدامها بشكل عام؟ يعني نعود إلى الحكمة القديمة القائلة: السمكة تفسد من رأسها. لما أنا أشوف اللي فوق مني عنده حرص واهتمام باللغة العربية، تلقائيا أنا يعني لابد أن أنا يبقى عندي نفس الحرص والاهتمام باللغة العربية. إحنا بنهين اللغة بتاعتنا رغم أنه واحدة من أهم مقومات وجودنا على هذه الأرض. اللغة العربية على فكرة لمن لا يعرف هي أرقى اللغات في العالم. اليهود أحيوا لغتهم من عدم، والحركة الصهيونية عملوا مشروع لإحياء اللغة العبرية، وإحنا بنعدم لغتنا من حياة. فأنا عايز يعني الصرخة بتاعتي فوق يا خلق. الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، أطلقت إنذارا تساءلت فيه عن متى يطبق نص المادة 4 من القانون 180 لعام 2018. هذه المادة التي تحظر
بث ما يخالف الآداب العامة أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. واستكملت تساؤلك: لمصلحة من يترك منتجو هذه الأعمال المخالفة دون مساءلة؟ فهل ترى حضرتك بعد تدخل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكشفه عن رؤية الدولة لتطوير صناعة الدراما في المرحلة القادمة حسما لهذا الإنذار الذي أطلق من سيادتك؟ أنا أتمنى هذا الحقيقة، أتمنى هذا. لا يجوز أن يترك إنتاج وتداول هذه السلع لآلية السوق، لأن آلية السوق محكومة بمزاج من يدفع الثمن، وندخل في قضية الإعلانات، ويبقى في هذه الحالة المنتج النهائي سيكون على النحو الذي نشكو منه حاليا. ومن هنا فهي أساس مهم للأمن القومي، وبالتالي لابد أن تنتج في إطار غير إطار المكسب والخسارة بالمعيار الخاص. المفكر الاقتصادي الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والتموين الأسبق، شكرا جزيلا لسيادتك. كل عام سيادتك بخير ورمضان كريم يا فندم. الشكر لك وللسادة المستمعين، ونحن على مشارف عيد الفطر، وسنتوجه إلى الله في صلاة العيد ندعوه. أرجو أن نستغل فرصة الأسبوع الباقي من رمضان لكي نتأهل لهذا الدعاء. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.